نفس الشركة ولا ايه؟ دي النتيجة يعني كنا بعد العيد. يا لهوي بصوا بجد في قد ايه. هندي تقريبا. عايزة احكي لكم عن اكتر مفاجأة. ازيكم الحلوين واهلا بيكم في فلوج جديد. فلوج النهارده مختلف تماما ومليان مفاجآت، متنسوش تشوفوه لحد الاخر. بدأت كده ان انا بغسل الازازة بتاعة الجيم بتاعتي لان كنت ركناها وكده، فقلت اغسلها واسيبها كده تتهوى من غير ما يكون فيها اي مية على ما اروح الجيم، لان بقالي كام يوم كده مكسله مش بروح، مش عارفه ليه، مع ان والله الجيم وحشني جدا. بس قلت ان انا اغسلها واسيبها كده تتهوى من غير اي ميه، على ما اجي اروح الجيم تاني تكون اتهوت كده وبقت فريش كده. زمان عايزه اكون فريش وانا رايحه الجيم. كنت مجهزة الهدوم النهاردة بس كسلت وما رحتش. بعد ما رحت جايبتهم كسلت وما رحتش. عايزه اقول لكم بجد ان انا كل يوم الصبح بكون مكسله ان انا اقوم، بس ان انا اصحى من النوم واروح الجيم. بس لما بصحى وبروح بكون مبسوطه جدا، فخورة بنفسي ان انا قمت واتحركت ورحت الجيم، لان اصلا الجيم والحركه كده حلوين جدا. ان شاء الله هعمل معاكم فلوج للجيم علشان اشجعكم ان انتوا تروحوا الجيم، وانتوا كمان تشجعوني ان انا اقوم واتحرك وما كسلش واروح الجيم. دلوقتي بقى عامله التلج. انتوا خلاص عرفتوا ان انا ما فيش حد غيري بيملى التلج. لو ما مليتهوش بيفضل الفريزر فاضي من غير تلج، واروح ادور عليه ما الاقيش تلج. بجد ايه ده؟ ناخد كوباية النعناع بتاعتنا الجميلة ونطلع فوق عشان عايزة اعمل لكم ستوري تايم كده على السريع. عايزه احكي لكم عن اكتر مفاجاه فرحتني النهارده. الصبح جالي رساله على التاب ان خط طويل اللي معايا اتفصل. تقريبا كان بيقول الخط لم يعد مسجل او حاجه زي كده. فانا قلقت ان هما يكونوا سحبوا الخط، لان انا ما شغلتش الخط ده من زمان خالص. طلعت بسرعه بحاول ان انا اتصل من رقمي على خط وي ده. انا طلعت كنت بحاول اتصل من على رقمي على الخط بتاع وي، او اتصل من عليه على رقمي، اي حاجه يعني، المهم ان هو اشوف هو شغال ولا لا. فما كانش شغال، فقلت ان الشبكه مثلا دلوقتي واقعه وكده. فقلت ايه، هطلع على السطح علشان اشوف لو الشبكه وقعت في شبكه فوق يعني. فاخدت الخط وطلعت فوق وبحاول اتصل، مش بيتصل، هو بيتصل كده منفصل لوحده. انا ما كنتش بستخدمه لدرجه ان انا ما كانش عندي حتى تطبيق اللي هو بتاع ماي وي ده، كان عندي بس بتاع اللي هو فودافون. منزله الخط بتاع ماي وي ده بسرعه علشان احاول ان انا اشوف الرقم شغال ولا لا. بسجل الرقم لقيته بيقول لي الخط ده موقوف يعني دلوقتي او حاجه. مش دي المفاجاه. المفاجاه اما طلعت على السطح لقيت، شوفوا السبورة بتاعتي، لقيت السبورة بتاعتي بقت يعني كويسة وكبيرة وكده، مع ان انا سايباها من زمان قوي، ما مش بحط لها ميه او كده ونسيها اصلا. المهم السبورة ليها قصة معايا تحفة قوي. وانا صغيرة كنت بقعد اسمع على اليوتيوب وصفات بالسبورة. في المدرسة لقيت فيها من جوه يعني زارعين فيها من جوه صبار. كنت بروح اقطعه، مش فاكرة كنت بقطعه ازاي بصراحة، بس كنت بروح اقطع ورقة واحدة واقوم واخداها وجاية اقعد اشوف على اليوتيوب بيشيلوها ازاي، بيشيلوا القشرة بتاعتها ازاي وبيستفادوا منها من جوه. كنت بجيبها اقعد اقشر فيها واخرطها بالسكينة واشيلها بالمعلقة وحوارات كده. في مرة كنت طالعة من المدرسة لقيتهم مطلعين الصبار اللي كان في المدرسة كله تقريبا، او في منطقة معينة يعني، شالوا الصبار اللي فيه كله شالوا الزرعة كلها يعني، شالوها حتى من البذور بتاعتها وكانوا حاطينها كده في الحوش بتاع المدرسة. انا اول ما شفتها كنت عايزة اخد واحدة. فتاني يوم وانا رايحة المدرسة اخدت معايا كيسة، حطيت السبورة فيها وانا مروحة، وكنت واخداها معايا في الشنطة وجاية وزرعتها. تمام. اول ما زرعتها بقى كنت بهتم بيها وبحط لها ميه كل شويه وكده. الطبق اللي انا كنت حطاها فيه زرعاها فيه ده اتكسر اكتر من مره يعني. كنت مره شاط الكوره فيها وما بيلعبوا على السطح كسرت الطبق بتاعها، ومره كان طبق بلاستيك كسر من الشمس او كده مش فاكره. سبتها بقى يعني، هي اصلا كانت بقت دبلانه وكده. والنهارده بقى طلعت لقيتها زي ما انتم شايفين كده بقت كبيره، والورق بتاعها كده فاهمين مليان اللي هو الصبار ده من جوه. فلما شفتها فرحت أوي. أنا كنت من زمان عايزة أجيب صبار وأعمل وصفات وكده، لأن وأنا صغيرة كنت بعمل بيه وصفات لشعري، وكانت تحفة جدا بجد، طول لي وتقل لي شعري وأنا صغيرة يعني. لاحظت فعلا فرق في طول وتقل شعري منه. كنت عايزة أجيب بقى منه تاني وأعمل وصفات دي تاني، لأنه كنت فقدت الأمل فيها بصراحة. بس النهاردة لما طلعت لقيتها بقت كبيرة وكده، تقريبا حد كل شوية يحط لها مية كده، مش عارفة مين بس يعني. ميرسي. فإن شاء الله اخدها واعمل بيها وصفة قريب، بس بجد مش النهارده، ممكن اعمل بيها بكره او بعده. بس كانت مفاجأة حلوة قوي بجد يعني. اصلا كنت طالعة زهقانة وكده ان الخط اتسحب
وعايزة الخط بتاعي، اللي هو انتوا بتاخدوه ليه؟ مش فاهمة. انا ما كنتش بستخدمه، بس هو بتاعي يعني بتاعي، انتوا بتاخدوه ليه بجد؟ فكنت بقى طالعة زعلانة وكده ان الخط وقفوا. لما لقيتها بقى اتبسطت وكده، قلت يس هعمل بقى وصفات بقى وكده من تاني يعني. وان شاء الله بقى ابقى اروح اشوف موضوع الخط ده واحاول ان انا اشغله تاني. اتمنى ان يشتغل تاني، لان هزعل قوي بجد. كنتش بستخدمه بتاعي عادي، عايزاه خطي، بيوقفوا ليه؟ مش فاهمة. زعلت قوي، بس فرحت اما لقيتها صبارة كبيرة وكده. بقى الوصفات اللي انا كنت بعملها معاكم وكده، واشوف لها كمان وصفات جديدة. لو مفكرين ان كل اللي فات ده رغي، بحب اقول لكم ان انا قعدت اتكلم لحد ما الشمس كانت خلاص هتمشي، وقعدت اقص من الفيديو كتير قوي علشان احاول ان انا اختصر الموضوع على قد ما اقدر. في الاخر اتفرجت على غروب الشمس. طبعا غروب الشمس كمان محدش يختلف في الموضوع ده. فاتفرجت عليه بقى ونزلت اجازه، يعني فعاليات بقى، نقعد بقى نعمل كل الحاجات اللي احنا نفسنا فيها ومش عارفين نعملها في ايام الدراسه. دلوقتي هنعمل مع بعض بيتزا 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 بيتزا. انا دلوقتي بهرط الفلفل، خرطته بالشكل ده وخلصت. والعجينه بقى كنت عايزه اعملها اللي هو تقوم حاطين ايديهم فيها كده، تقوم بقى نازله لتحت بقى كلها. طبعا فشلت فشل ذريع، والعجينه لزقت في ايدي معرفش ليه. معانا هنا الطماطم، ومعانا الزيتون، وكمان الفلفل اللي انا لسه مقطعاه معاكم. وهنا عندنا العجينة اللي حاطين عليها صلصة الطماطم. ودي الجبنة اللي احنا جبناها كده، ميكس جبن من اللي هو اللي اسمها الحمد، دي بنجيبها على طول. عايزه اقول لكم انا ليه قطعت الزيتون والفلفل قطع صغيره قوي كده، علشان بيبقى سهل، يعني اسهل في التوزيع على البيتزا. وكمان علشان يبقى كل الاماكن على العجينه فيها مثلا زيتون وفلفل كده. لان لما بيكون قطع كبيره، بتكون في حتت صغيره يعني، او قصدي حتت كبيره موجوده في مكان واحد، وحتت ما فيهاش خالص. فعلشان كده بحب ان انا اقطعها صغير كده على قد العجينة. دي النتيجة النهائية. وطبعا ما تنسوش البيبي بتاعتي، بس انحشرت في النص مش عارفة ليه، بس دي البيبي بتاعتي. ودي نتيجة. من كام يوم كنت بقول لكم ان الساعة 5 او 6 وانا صاحية من النوم ومش عارفة انام تاني، كنت عايزة انام وقتها. النهاردة تقريبا بعد الشهر، يعني كنا بعد العيد، الساعة 5 وانا لسه ما نمتش ومش عارفة انام. وبقالي من الساعة 12 او 1 بحاول انام، مش عارفة انام. والفجر أذن من شوية أصلا، فهقوم أصلي وأحاول أنام. يا رب أنام بقى، عايزة أنام. هو يا إما أنام يا إما أصحى الساعة 5، يا إما ما أنامش لحد الساعة 5. مفيش حاجة في النص، ما ينفعش ننام زي البني آدمين الطبيعيين ولا إيه؟ تعالوا نشوف لكم الفيديو اللي هو هينزل دلوقتي. ما تنسوش ان انتوا تشوفوه، لو ما شفتوش روحوا شوفوه. يلا انجوي. بعد يوم طويل ومرهق اخيرا الشاور. سبلاش ضعيفة تحفة قلتلكوا عليه، وده مرطب الايد. واتشاو ليب بولم بتاعت دي بجوز الهند، دي خطيرة بموت فيها. خلص، انا مش هسيبه. طلع اخر نقطة فيه، بس النص ده مش بيشتغل كده. طلع اخر نقطة فيه، مش هسيب فيه قطعة واحدة. يعني هو بصوا بجد فيه قد ايه. تخيلين الكمية دي كلها مكانتش راضية تطلع وكان هيترمي بيها. الحمد لله انا قطعته. طبعا هكمل بده. انا حاسه ان الشركه دي نفس الشركه بتاعت ستارفل، لان حاسه ان يعني فاهمين شكل الكريم ده، شكل الكريم بتاع ستارفل اللي هو الكريم العادي، مش عارف نفس الشركه ولا ايه. مفيش اجمل من انتي تاكلي اجمل فاكهه في الصيف وهي بارده كده وفريش، وتقعدي تسمعي الفيديو اللي انت بتحبيه. دي اجمل حاجه ممكن حد يعملها في الصيف بجد، في الاجازه. इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग ऐड कर सकता है मेरे पास फिलहाल ये। عايزه ابقى اجرب ثانيه. عايزه ابقى اجرب الوصفه دي. انا مش عارفه بصراحه هي حاطه ايه بالظبط، لان انا بتتكلم هندي تقريبا، بس يعني تقريبا هي حاطه زبده اسمها بذور شيا، ويا لبن يا زبادي معاهم مانجا وكده. ف حابه ان انا اجربها. هبحث عن الوصفه دي ونجربها مع بعض.